ليه احنا كستات بنحس بالذنب قوي لما نختار نفسنا؟ عمرك حصل قبل كده كنتي محتاجة ترتاحي، بس بدل ما ترتاحي انتي عملتي حاجة لحد؟ بس بدل ما ترتاحي وتقولي انا مش قادرة النهاردة، قلتي حاضر هقوم وهعمل اللي انتوا عايزينه، او هنزل اخرج المكان الفلاني مع ان انا ما عنديش طاقة اليوم، مش قادرة، بس عشان انتوا قلتولي عشان خاطر ما تزعلوش. لو كنتي محتاجة تشتري حاجة لنفسك، ولا تخرجي، ولا تنامي شوية، ولا تقعدي حتى لوحدك كده في الفراغ ما تعمليش اي حاجة، يبدأ صوت جواكي يقولك ايه؟ طب والبيت؟ طب والولاد؟ طب وجوزك؟ طب والناس؟ الناس هتقول عليكي ايه قاعدة كده ومطنشة كل حاجة؟ مش المفروض تكوني موجودة؟ مش المفروض تبقي وسط الناس دي؟ مش المفروض تكوني بتعملي المسؤوليات دي؟ لكن لانك حاسة بالذنب انك اخترتي نفسك. السؤال هنا اللي تسأليه لنفسك، ان ليه الاهتمام بنفسنا عند بعض الستات بقى محتاج نبرر له، محتاج نديله اسباب؟ ليه لما بنعمل حاجة للناس بنحس ان احنا كويسين وطيبين وعملنا الصح، ولما نيجي نعمل نفس الحاجة مع نفسنا نحس ان احنا انانيين قوي ووحشين قوي؟ خلينا نفهم الموضوع. هقول لكم 4 حاجات او 5 يخلونا نفهم النقطة دي. بعدها هتفهمي نفسك. انا مش عاملة الفيديو ده عشان اديكي حل، انا عاملة الفيديو ده عشان افهمك انتي ليه وصلتي للمرحلة دي وتبدأي تطلعي منها. انا مش هقولك اعملي 1 2 3، انت مش هتقدري تعملي 1 2 3 غير لما تفهمي اصلا المشكلة دي جات لي وما تعالج. يعني عندك صداع، تاخدي مسكن وخلاص، ولا تروحي تشوفي الصداع ده سببه ايه؟ يمكن ليه سبب تاني، مهما خدتي مسكن مش هيخف. فانا لو قلتلك اعملي 1 2 3 مش هتعرفي تعمليهم كويس. لازم تفهمي جذور المشكلة ايه، خلي عندك وعي، تعرفي ايه اللي وصلك للمرحلة دي. اول حاجه اننا اتعلمنا من صغرنا كده ان قيمتنا مرتبطه بقد ايه انا بقدم للناس، قد ايه انا معطاءه، قد ايه انا كويسه، قد ايه انا بدي قوي، فكده انا هبقى كويس. في بنات كتير كبرت وهي بتسمع كلمه خلي بالك من اخواتك، ساعدي ماما، انتي الكبيره، خليكي عاقله، خلي الناس تحبك، ما تزعليش حد. مع الوقت ده الرساله بتوصل لجسمنا ولمخنا من غير ما نحس ان انا كويسه لما اكون مفيده للاخرين، لكن انا لو مش مفيده مش هبقى كويسه. انا لو خدت بالي من اخواتي هبقى بنت زي الفل، لكن لو سبتهم وقعدت العب شويه وما ركزتش معاهم وما خدتش بالي منهم زي ما ماما قالت لي هبقى بنت وحشه وما بتسمعش الكلام، مش متحمله المسؤوليه. في فرق ان انا اقول لابني او بنتي خلي بالك من اخواتك، اعلمه بيها تحمل المسؤوليه واخليه يحب اخواته ويحس ان هو مسؤول عنهم وهم كمان مسؤولين عنه، يعلمه ان هو يحب اخواته، مش مسؤولية تحسسه ان انت مش دورك طفل، انت ام او اب، يعني ده دور الام او الاب. بقلعه بجابة ان هو طفل؟ لا، خليه طفل زي ما هو، بس ياخد باله، دي اللي هتعلمه المسؤولية، مش اللي هو سيبك من دور ان انت طفل خالص واقعد كده خد بالك من اخواتك. لا طبعا. مع الوقت الرسالة دي بتوصل لينا كده. لو انا ساعدت هبقى كويسة، لو انا ضحيت هبقى كويسة، لو انا استحملت هبقى كويسة، لو انا حطيت نفسي اخر واحدة هبقى كويسة. يمكن الفيديو ده تكملة للفيديو اللي فات، كان في نفس الموضوع وقلتلك حلول حلوة بس تعمليها مع جوزك، لكن الفيديو ده لكل الناس. لو قلت انا محتاجة ولا انا مش قادرة، انا عايزة وقت لنفسي احس ان انا انانية قد ايه، مع ان مفيش اي تناقض ابدا بين انك تكوني انسانة تحبي الناس وحواليها ومعطاءة وكريمة وكل حاجة حلوة، وبين انك ليكي مساحة في حياتك. فرقي جدا في النقطة دي. اسألي نفسك السؤال ده، انا بدي اللي حواليا ومعطاءة وعندي مساحة لنفسي، ولا بدي اللي حواليا وناسية نفسي؟ تاني حاجة، احنا بنخلط بين حاجتين، حب وتضحية مستمرة. الحب مش معناه انك تختفي، ومش هقولك ما تضحيش، لا بنضحي، بنضحي كتير جدا بس مش مستمر. في اوقات لازم اضحي بضحي، في اوقات مش لازم اضحي ما بضحيش عادي. مش معنى انك بتحبي ولادك وان حياتك كلها تبقى اولادك، ولا انك بتحبي جوزك في حياتك كلها تبقى جوزك واحتياجاته اهم من احتياجاتك وطلباته اهم من طلباتك، ولا ان انت بتحبي اهلك فانت متاحه ليهم طول الوقت وما تعرفيش تاخدي مساحتك. الحب مشاركه، مش انك تلغي نفسك. اللي يحبك مش هيبقى مبسوط وانت لاغيه نفسك، لان لو طول الوقت بتدي من غير ما تاخدي بالك من نفسك، في وقت معين هتتعبي. ممكن حتى تدي وانت متضايقه، تعملي الحاجه وانت حاسه انك مش متقدره،
وفي الاخر هتحس ان انت جسمانيا مش قادره اصلا، ما عندكيش طاقه تدي الحاجه. لان انا لو مبسوطه من اللي انت بتعمليه وحياتي مقسماها صح، يعني ممكن نتكلم عن عجله الحياه المتوازنه المره الجايه، ان انا مقسمه احتياجاتي صح، مديه لكل جانب في حياتي حقه، هحس انا بعمل حاجه وانا مبسوطه. وممكن تقعدي تقولي انا عملت لكم كل حاجه، انا ضحيت عشانكم، انا عمري ما قصرت. هنا المشكله مش انك بتحبيهم، المشكله انك نسيتي تحبي نفسك وانتي بتحبيهم. حبي نفسك وانتي بتحبيهم. تالت حاجه، اننا بنخاف من رد فعل الناس قوي. اوقات احنا مش خايفين مننا نختار نفسنا، لا احنا خايفين اللي هيحصل ايه لو اخترنا نفسنا. هتقول عليا انانيه، هتزعل مني، جوزي هيفهمني غلط ان انا بقيت انانيه قوي، ولادي هيقولوا اني اتغيرت كده، اهلي مش هيدوني مساحتي. بختار الطريق الاسهل. هو الجسم كده والمخ كده، بيختار الطريق الاسهل، بيحب كومفورت زون قوي. بس خليني اسالك سؤال، لو انت طول الوقت بتختاري راحه الاخرين على حساب راحتك، مين قالك ان ده هيخلي علاقتكم افضل؟ سواء كان جوزك، اولادك، اصحابك، اهلك، معارفك، اي حد. مين قالك ان ده هيخلي العلاقة افضل؟ بالعكس، الشخص اللي دايما متاح الناس ممكن تتعود على وجوده، تتعود انه دايما بيقول حاضر، فتنسى اصلا من حقه يقول لا. لو جيتي في اول موقف قلتي لا، هتبقي وحش. هيبقى ازاي انتي بتقولي لا؟ لو مع صحابك هيزعلوا منك ويقولوا انك بقيتي انانية. لو مع جوزك هيستغرب وهينهار عليكي ويقولك انتي ليه بتقولي لي لا؟ ما انتي طول عمرك بتقولي حاضر. ما انتي طول عمرك بتقولي حاضر وانتي ساكت، جايه تقولي لا دلوقتي؟ انتي مش من حقك تقولي لا. اهلك مفهمينك ان عيب تقولي لا اصلا، وان دي عدم بر والدين وعدم طاعه. انا مش بقولك قولي لا وما تطيعيش اهلك، لا اسمعي كلامهم، بس ما تبقي مش قادره اقول لهم انا مش قادره، عادي. ورابع حاجه، ان احنا احيانا بنتغير، بنعتبر احتياجاتنا دي رفاهيه. فدي نقطه مهمه جدا جدا جدا. ممكن الست تقول انا مش محتاجه اخرج، مش محتاجه اشتري حاجه، لا انا كويسه، مش محتاجه حد يسمعني، مش محتاجه اي حاجه. الحقيقه ان انتي بتكوني محتاجة مساحة هدوء حتى تتكلمي فيها مع نفسك. تنامي، نامي يا ستي شوية وريحي، كلمي مع حد بتحبيه، اتعلمي لك حاجة جديدة، ولا خدي كورس، ولا اتعلمي حتى كروشيه في البيت وانتي قاعدة. افتحي اليوتيوب وتعلمي اي حاجة، اكتبي اي حاجة عايزة تتعلميها هتلاقيها. اتعلمي انجلش، اتعلمي فرنش، اتعلمي اي حاجة. محتاجة تاخدي بريك، دي مش رفاهية، دي احتياجات إنسانية. افهمي ان ده احتياج إنساني لأي بني آدم. انتي جسمك ده زي جسم ولادك، زي جسم جوزك، محتاج راحة. انتي مش آلة. خامس حاجة، لأننا بنستنى نوصل لآخرنا بقى عشان نسمح لنفسنا بالراحة. اللي هو ايه، انا طول اليوم بجري اخلص البيت والولاد والشغل والزوج والطلبات والمسؤوليات والمشاكل وي وي وي، لما اخلص بقى كل ده هرتاح. المشكلة بقى ان انتي عارفة اصلا طلبات البيت ما بتخلصش، والمسؤوليات اليومية ما بتخلصش، بس انتي هتخلصيهم النهاردة، هتشبكي في بكرة على طول. هو مش هتخلص. هو انت لو فضلتي مكمله بالوضع ده مش هتخلصي، مش هترتاحي، مش هتقولي لما اخلص هرتاح. الحاجات عمرها ما بتخلص، الحاجات دي دايما موجوده. لو انت مستنيه الناس تخلص احتياجاتها بقى عشان تبداي تهتمي بنفسك، استني بقى طول عمرك. عشان كده الراحه دي جزء من قدرتك انك تكملي. هتقولي لي طب اعمل ايه؟ هقولك مش معنى كده انك تسيبي مسؤولياتك وولادك، ولا تقولي انا الاول والباقي كله بعدين. لا، اسالي نفسك سؤال واحد بس كل يوم، اعتبري ده الهدف من الفيديو. انت كده فهمتي انت بتعملي كده ليه. اسالي بقى نفسك سؤال واحد كل يوم، انا محتاجه ايه النهارده؟ ايه اللي هيريحني النهارده؟ مش الناس محتاجه ايه. سؤال صغير جدا من انا محتاجه ايه النهارده، 4 كلمات بس، هو ممكن يغير حاجات كتير. ممكن تلاقي نفسك محتاجه راحه، لما تريحيها تبقي كويسه. محتاجة تسمعي أي حاجة تريحك، محتاجة تخرجي مع حد، محتاجة تتكلمي مع حد بتحبيه، محتاجة تعملي حاجة لنفسك، محتاجة تحسي إن أنا موجودة. ما تستنيش حد يديك المساحة دي، انت اديها لنفسك. في النهاية عايزة أقولك، اختيارك لنفسك مش معناه إنك أقل حب للناس ولا إنك وحشة. الإجابة ممكن تكون بسيطة، بس ممكن تغير في حياتك كتير قوي. أنا في الفيديو ده قلتلك اسألي نفسك سؤال واحد بس، أنا عايزة إيه النهاردة؟
بس بقية الفيديو انا بقولك ايه اللي وصلك للمرحلة دي. واسمعي الفيديو اللي فات برضو هيفيدك جدا، لان هو في نفس المشكلة بس من زاوية تانية.